لو مسكت تقرير صورة الدم هتلاقي فيه تقرير فيه البارامتر دي RBCs هيماتوكريت MCV MCH MCHC والبليتلت كاونت والوايت بلاد سيل، وتقرير تاني هتلاقي فيه ال RBCs والهيماتوكريت وال MCV وال MCH وال MCHC وال RDW والبليتلت وال MPV وال PDW والبي سي تي والبي ال سي سي والبي ال سي ار والوايت بلاد سيل والنيتروفيل والمايد او الميكس او المونوسايت والبازوفيل والايسينوفيل والليمفوسايت. مش كده وبس، ده كمان معاهم الهيستوجرام. الفرق بين الاتنين ان التقرير الاولاني اشتغلناه مانيوال والتقرير التاني اشتغلناه على جهاز صورة الدم CBC Analyzer. حلقة النهاردة هنشرح فيها جهاز صورة الدم بالتقنية بتاعته، بالباراميتر ازاي بتطلع، بالمحاليل بتاعته، بكل حاجة تخص جهاز صورة الدم. حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا، عاوزك تركز معايا في كل كلمة هنقولها في حلقة النهاردة. بس قبل اي حاجة، لو انت اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو، شير للقناة وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد. حضر كشكولك وقلمك وكوباية القهوة بتاعتك وصل على النبي، ويلا بينا نبدأ مع بعض حلقة النهاردة. معاكم كابتن أنالايسيس. زمان لما كان يجي ليك مريض عشان يعمل تحليل صورة دم كاملة CBC، كنا بنشتغل الآتي: أولا كان لازم يكون عندك محلول درابكن عشان تشتغل تحليل الهيموجلوبين. كمان كان لازم يكون عندك الوايت بلاد سيل رياجنت والبليتلت رياجنت والار بي سيز رياجنت عشان تعد كرات الدم البيضاء والصفائح والايه الار بي سيز كرات الدم الحمراء على شريحة الهيموسيتوميتر شريحة العد. وبعد كده تشتغل الهيماتوكريت على السنترفيوج الخاص بيه. وبعد كده تحسب البلاد انديزز الام سي في والام سي اتش والام سي اتش سي. وبعد كده تعمل بلاد فيلم عشان تطلع الوايت بلاد سيل ديفرنشال، وهما النيتروفيل والمونوسايت والايزينوفيل والبازوفيل والليمفوسايت. الموضوع كان بياخد معانا وقت طويل جدا، فبدأ عالم اسمه كولتر. العالم دوت اخترع لنا جهاز سماه بالسي بي سي انالايزر، جهاز صورة الدم اللي انت بتشتغل عليه، وعمل لنا مبدأ اسمه كولتر برنسبل. فركز معايا عشان اشرح لك حكاية السي بي سي بالتفصيل. هاخدك من ايدك وندخل في رحلة من قديم الازل لحد النهاردة. يلا بينا نبدأ مع بعض. دلوقتي هكلمك عن الكولتر برنسبل او الكتريكال امبيدنس. الاتنين اسم لحاجة واحدة، ركز معايا، معناهم بالعربي الإعاقة الكهربية. الفكرة بكل بساطة، العالم كولتر جاب محلول ايسوتونيك، محلول متعادل، وحط في المحلول ده اكسترنال الكترود وانترنال الكترود، وراح جايب انبوبة فيها فتحة. الفتحة دي اسمها aperture، فيها قطر. القطر دوت اللي هو الابريتشر ده حوالي 68 مايكرومتر. وقال لك يلا نوصل التيار الكهربي. المحلول موصل جيد للتيار الكهربي، وبالتالي التيار الكهربي هيمشي ثابت في المحلول. طب ركز معايا، المحلول دوت اللي هو بعد كده اصبح الدلونت في جهاز صورة الدم. جميل جميل. الدلونت موصل جيد للتيار الكهربي. منطقة الابريتشر بتقيس الفولتات. طول ما الدلونت ماشي الفولتات تمام، يعني مفيش حاجة عملت إعاقة. ركز معايا، الدلونت اهو دخل من الابريتشر، مفيش اي اعاقه او اي حاجه، فالتيار ثابت. جيت انت عملت ايه؟ قال لك حطيت عينه الدم. حطيت عينة الدم، ايه اللي حصل؟ قال لك عينة الدم فيها السيلز الخلايا، ودي ما بتوصلش التيار الكهربي. فلما تيجي الخلية تعدي من الابريتشر دوت تعمل اعاقة للتيار الكهربي، فبعد ما كان ثابت اصبح فيه اعاقة. الاعاقة دي هتديني نبضات سمول بالس، بعد كده يحصل لها امبليفايد ونقيسها.
جميل. لازم تعرف معلومة مهمة جدا، ايه هي؟ ان ارتفاع النبضة بيتناسب طردي مع حجم الخلية. ركز معايا، في اللحظة اللي بيحصل فيها انقطاع للتيار الكهربي، ايه اللي هيحصل؟ الجهاز هيسجل عدد النبضات، جميل، وده عدد الخلايا، وكمان هيسجل شدة النبضات وده حجم الخلايا. يعني كل ما كانت الخلية حجمها كبير، كل ما كانت إعاقتها للتيار الكهربي كبيرة، وكل ما كانت الخلية حجمها صغير، كل ما كانت إعاقتها للتيار الكهربي صغير. تعال نتعمق أكتر ونشرح أكتر بالتفصيل. لو قلت لك جهاز صورة الدم بيتكون من ايه هتقول لي من حاجات كتير، بس انا عاوز اشرح لك حاجة مهمة جدا في جهاز صورة الدم، وهي الشامبر او الغرف. جهاز صورة الدم بيكون فيه تو شامبر، غرفتين، غرفة بتسمى شامبر A وغرفة تانية بتسمى شامبر B. الغرفة الأولى وهي شامبر A بنعد فيها الار بي سيز والصفائح الدموية، أما الغرفة الثانية وهي شامبر B بنقيس فيها الهيموجلوبين والوايت بلاد سيل. فركز معايا، الفرق بين الشامبر A وشامبر B الآتي: إن الأبريتشر اللي موجودة في شامبر A بيكون القطر بتاعها حوالي 68 مايكرومتر، أما الأبريتشر الموجود في شامبر B بيكون القطر بتاعه حوالي 100 مايكرومتر. كمان شامبر بي بيكون فيها زي لمبة وبنقيس الهيموجلوبين بفكرة السبكتروفوتوميتر عند طول موجي 535. دلوقتي هكلمك عن المحاليل المستخدمة في جهاز صورة الدم، وهما الدلوانت واللايز والكلينر. بس لازم تعرف معلومة مهمة جدا، أنا عندي نوعين من الأجهزة، نوع بيكون open ونوع بيكون closed. كلمة open معناها إن أنت ممكن تستخدم أي نوع تاني من المحاليل غير بتاع الشركة، اما كلمة closed ده بتدخل المحاليل بالباركود وبتكون محاليل خاصة بالشركة الخاصة بتصنيع الجهاز. فركز معايا عشان هنشرح المحاليل دي بالتفصيل الممل. الدلونت وهو المحلول الأكبر حجما في محاليل الجهاز، وده موصل جيد للتيار الكهربي، كمان ايزوتونيك يعني متعادل، وبالتالي بيحافظ على شكل الخلايا وحجمها. ده ليه وظيفة مهمة في تخفيف العينة. كمان بنعمل بيه ستارت اب للجهاز، وكمان بيستخدم في غسيل أنابيب الجهاز، والبي اتش بتاعته بتكون ايديال، بتكون 7.2. دلوقتي هشرح لك اللايز، وده اهم محلول في مجموعة صورة الدم، فركز معايا. اللايز ده من اسمه بيعمل لايسز، يعني تحلل لكرات الدم الحمراء ويطلع منها الهيموجلوبين. جميل، الهيموجلوبين هيتحد مع اللايز ويكون مركب اقدر اقيسه. المهمة التانية ليه انه بيعمل انكماش للوايت بلاد سيل، ويخلي السيتوبلازم يلزق في النواة ويطلع لي وايت بلاد سيل باحجام جديده، وبناء عليه بدانا نعمل تقسيمه جديده ونطلع منها النيتروفيل والمونوسايت والبازوفيل والايسينوفيل والليمفوسايت. ركز معايا، كمان لازم تكون عارف ان هو بوزيتيف اتشارج وجايب الايجابيه بتاعته من الامينز. وهنا اتقسم اللايت لثلاث انواع: برايمري وسكندري وتيرشري على حسب الشركه اللي انت هتشتغل بيها. لازم تعرف ان البي اتش بتاعته من 5 ل 5.5. المحلول الاهم في جهاز صورة الدم هو اللايز، فلازم تركز معاه كويس جدا. بس الاول انت نسيت تعمل اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس، يلا بسرعه اشترك في قناتنا وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تعالوا نكمل. تالت محلول معانا وهو الكلينر، بتتلخص اهميته ان بيعمل ووش للانابيب والغرفه داخل الجهاز. عندنا محاليل اضافيه زي الديترجنت ريجنت وزي البيليتش، وده بيختلط، ركز معايا، الديترجنت ريجنت بيختلط مع الدلونت وبيساعد الجهاز انه يتخلص من بقايا عينات الدم. اما البيليتش دوت بيستخدم في تنظيف الابريتشر. دي تكوين المحاليل اللي موجودة جوه الجهاز وأهمية كل محلول فيهم. ازاي بيشتغل جهاز صورة الدم؟ ركز معايا، انت بتيجي الصبح بتتك على الزرار بتشغل الجهاز، بيعمل ستارت اب مع نفسه، بعد كده بتجيب عينة
البلاد، وبتكون مسحوبة على إديتا. تعمل لها ميكس كويس جدا وتدخلها، بيكون في زي إبرة نازلة من الجهاز، وتتك على المسطرة فتبدأ الإبرة تسحب كمية الدم اللي الجهاز هيشتغل بيها. أول ما تسحب كمية الدم هيبدأ الدم ده يختلط مع الدلونت، يحصل ميكس مع الدلونت، وهنا هيحصل تخفيف بنسبة 1 ل 250. النسبة دي بتختلف من جهاز للتاني. ركز معايا، بعد ما حصل الميكس والدايليوشن او التخفيف دوت، هيبدا العينه تتقسم لجزئين. جزء هيروح على تشامبر A، وهنا هنعد البليتلت والار بي سيز، وجزء تاني هيروح على تشامبر B، وهنا هنقيس الهيموجلوبين ونعد الوايت بلاد سيل. فركز معايا، تعال ناخد الموضوع باستفاضه اكتر. اولا شامبر A قلنا بنقيس فيه كرات الدم الحمراء وبنقيس فيه البليتلت. شامبر A بيكون فيه جزء بسيط من الدلونت برضه، وبالتالي عينة الدم المخففة اتخففت مرة تانية. ركز بقى معايا، في شامبر A البارتيكلز اللي حجمها بيكون من 2 ل 20 فيمتوليتر بتتحسب انها بليتلت، وبيقدر الجهاز يرسم هيستوجرام للبليتلت. الارتفاع دوت بناء على العدد، والعرض ده بناء على الحجم. ويبدأ يحصل عندي حاجتين، يحصل حاجة اسمها البالس نمبر وده بيمثل عدد الصفائح، ويحصل البالس سايز وده بيمثل حجم الصفائح، وبالتالي بنقدر نعرف عدد الصفائح وحجم الصفائح. تاني حاجة البارتيكلز اللي حجمها من 25 ل 250 فيمتوليتر هتتعد على انها ار بي سيز، والجهاز هيرسم لها هيستوجرام. الارتفاع بناء على العدد والعرض بناء على الحجم، وهيطلع عندي البالس نمبر وده عدد الار بي سيز، والبالس سايز وده حجم الار بي سيز، وكمان هنقدر نحسب الار دي دبليو زي ما انت شايف قدامك. خلي بالك وركز معايا ان جهاز صورة الدم دقيق جدا في عد كرات الدم الحمراء عن ما انك تشتغلها مانيوال. جميل، نكمل مع بعض. كده خلصنا رحلتنا في شامبر A، هنروح على شامبر B، وده بيكون في جزء بسيط من اللايز. ركز معايا، هو ليه في جزء بسيط؟ قالك عشان الار بي سيز اللي تدخل يعمل لها ايه؟ برافو عليك، يعمل لها لايسز فيحللها، ويطلع عندي الهيموجلوبين اللي هيتحد مع اللايز، وبعد كده يديني مركب اقدر اقيس منه الهيموجلوبين. طب جميل جدا، ركز في النقطة دي. اللايز بيعمل انكماش لكرات الدم البيضاء الوايت بلاد سيل، وهيخلي السيتوبلازم يلزق في النواة ويطلع لينا وايت بلاد سيل باحجام جديده. جميل، وبناء عليه بيحصل عندي الهيستوجرام في الوايت بلاد سيل. كمان لازم تكون عارف ان اجهزه صوره الدم في منها 3 انواع. النوع الاشهر اللي عندكم في معظم المعامل وهو ال3 بارت، والنوع اللي بعده ال5 بارت، والنوع الاخير وهو ال7 بارت. تعال اكلمك عن الجهاز التلاتة بارت. بص بقى يا سيدي، لو بصيت على الصورة اللي قدامك هتلاقي الهيستوجرام متقسم لثلاث كيرفات. فركز بقى، الخلايا اللي حجمها من 30 ل 90 فيمتوليتر دي هتتقاس على انها ليمفوسايت، والخلايا اللي حجمها من 90 ل 160 فيمتوليتر دي هتتقاس على انها ميد سيل ما بين قوسين مونوسايت بازوفيل ايسينوفيل. وخلي بالك التقسيمة دي بتختلف من جهاز للتاني، بيكون موضح ده في الكتالوج بتاعه. الخلايا اللي حجمها من 160 ل 350 فيمتوليتر هتتقاس على انها نيتروفيل، ويبدأ يترسم الهيستوجرام بتاعك ويطلع التلاتة كيرف. ركز معايا، انا عندي محلول اللايس هيكسر الار بي سيز ويطلع لينا الهيموجلوبين ونقيسه في شامبر بي. جميل، عند ويف لينث 535 نانومتر. الخطوة دي بتحصل بعد السيل كاونت، يعني بنعد الخلايا وبعد كده بنقيس الهيموجلوبين. بعد كده الجهاز بيقدر يحسب النتائج ويطلع ليك التحليل، والنتيجة بتاعتك بتطلع زي ما بتشوفها قدامك. وبعد كده الجهاز بيتخلص من المحاليل اللي اشتغلنا بيها عن طريق الويست، وبعد كده نبدأ
الجهاز يهيئ نفسه عشان تشتغل عينة جديدة. هقول لك معلومة في غاية الخطورة فركز معايا. الجهاز بيقيس مايكرو بارتيكلز، يعني جسيمات دقيقة جدا، وبالتالي لو عندك أي شوائب حجمها نفس حجم الار بي سيز أو البليتلت أو الوايت بلاد سيل، الجهاز هيقيس الشوائب دي على إنها بلاد سيل، خلية من خلايا الدم، لأنه هو مش هيعرف يفرق ما بينهم، هو بيقيس أحجام. وبناء عليه قبل ما تشتغل لازم تعمل بلانكينج او ستارت اب، يعني هتدخل المحاليل من غير عينة ونشوف هيحصل مقاومة كهربية ولا لا. وبالتالي لو ما حصلش مقاومة كهربائية الباراميتر اللي هتطلع عندك هتكون كلها اصفار. اما لو حصل مقاومة كهربائية هتلاقي قدام الصفائح والار بي سيز والوايت بلاد سيل ارقام. هنا لازم نعمل كليننج سايكلينج، يعني دورة تنظيف. جميل. وبعد ما تشتغل وتطلع الباراميتر اصفار اللي يحصل تبدأ تشتغل شغلك. تعال بقى نتكلم باستفاضة اكتر واكتر وافهمك جهاز صورة الدم بيطلع النتائج ازاي، فركز معايا وخد نفسك ويلا نكمل. ركز معايا في الجزء الثاني من الحلقة لأنه مهم جدا. تقرير صورة الدم بنقسمه لثلاثة باراميترز مهمين جدا: الار بي سيز والوايت بلاد سيل والبليتلت، دول الأساس. تحت الار بي سيز هتلاقي في عندك الهيماتوكريت والام سي في والام سي اتش والام سي اتش سي والار دي دبليو. اما تحت الوايت بلاد سيل هتلاقي عندك النيتروفيل والميكس او الميد اللي هم المونوسايت والبازوفيل والايسينوفيل وكمان الليمفوسايت. وتحت البليتلت هتلاقي عندك الام بي في والبي دي دبليو والبي سي تي والبي ال سي سي والبي ال سي ار، زي ما بتشوف التقرير اللي طالع عندك من جهاز صورة الدم. تعال نتكلم عن كل واحدة فيهم ازاي بتطلع من الجهاز، فركز معايا. اول باراميتر عندي وهو الار بي سيز بالحاجات اللي تحتيه، وهما الهيماتوكريت والام سي في والام سي اتش والام سي اتش سي والار دي دبليو. بص يا سيدي، الجهاز عندي هيقيس البالس نمبر وده هيكون عدد الار بي سيز، وكمان هيطلع قيمة الهيموجلوبين زي ما شرحنا قبل كده. جميل. ومن الهيستوجرام هيطلع لي قيمة الار دي دبليو، وعن طريق البالس سايز هيطلع قيمة الام سي في، وهيطبق لي المعادلات اللي قدامك دي ويطلع لي الهيماتوكريت والام سي في والام سي اتش سي. يبقى احنا كده خلصنا كل الباراميتر الخاصه بالار بي سيز والانيميا زي الهيماتوكريت والام سي في والام سي اتش سي وهكذا، فركز معايا. تاني باراميتر عندي وهو البليتلت، وهتلاقي تحتها الام بي في والبي دي دبليو والبي سي تي والبي ال سي سي والبي ال سي ار. ركز معايا. فاكر البالس نمبر بتاعت الصفايح؟ قال لك دي هتطلع لي البليتلت كاونت. وفاكر البالس سايز بتاعت الصفايح؟ قال لك دي هتطلع الام بي في. ومنها نقدر نطلع البي سي تي عن طريق المعادله اللي قدامك دي. ومن الهيستوجرام نقدر نطلع البي دي دبليو والبي سي تي والبي ال سي سي والبي ال سي ار. الحاجات دي كلها انا شرحها في كورس صورة الدم، هسيبهولك في وصف الفيديو تحت تتفرج عليه بعد ما تشوف حلقة صورة الدم والجهاز والتقنية بتاعته. فخد نفسك ويلا نكمل. اخر باراميتر عندي وهو الوايت بلاد سيل. هنا هيحصل حاجتين: البالس كاونت هتطلع لي الوايت بلاد سيل، ومن البالس سايز قدر يعمل لينا هيستوجرام. وقلت لكم الهيستوجرام بتاع الوايت بلاد سيل متقسم لثلاثه، وهما النيتروفيل والميكس او الميد والليمفوسايت، ودي بتتقسم على حسب الحجم. كمان بيطلع لي الوايت بلاد سيل ديفرنشال بالريلاتيف كاونت، وده بيكون بتمييز علامة في المية، وده بيكون مجموعهم 100%. وكمان بيحسب لي الابسوليوت كاونت. جميل. وبيرمز ليها في تقرير صورة الدم برمز الشباك. الكلام ده كله انا شرحه في كورس صورة الدم بالتفصيل. وزي ما قلت لك ان الهيستوجرام بتاع الوايت بلاد سيل بيكون عبارة عن 3 كيرفات هتتحسب كالآتي:
ان الخلايا اللي حجمها من 30 ل 90 هيحسبها انها ليمفوسايت، والخلايا اللي حجمها من 90 ل 160 هيحسبها انها مايت سيل، مونو وبازو وايسينو. اما الخلايا اللي حجمها من 160 ل 350 هيحسبها انها نيتروفيل، زي ما موجود في الكيرفات قدامك بالظبط. ركز قوي لان اللي جاي مهم. هقول لك شوية معلومات مهمة جدا في التعامل مع جهاز صورة الدم. المعلومة الأولى إن التيار الكهربي اللي داخل الجهاز لازم يكون ثابت 220 فولت، مفيش حاجة تأثر عليه، وعشان كده الأفضل إن أنت توصل جهاز صورة الدم على استابلايزر عشان يظبط شدة التيار. تاني حاجة عندنا هتلاقي المهندس بيقولك وصل لي سلك أرضي بالجهاز. طب ليه؟ قالك عشان نتجنب الشرشرة الكهربية وبالتالي ما يأثرش على قيمة الصفائح الدموية. كمان ما تدخلش عينات متجلطة في الجهاز عشان ما تسدش الإبرة بتاعته وتأثر على المشاكل. لازم تعمل كواليتي كنترول لجهاز صورة الدم، وده بيكون بأكتر من طريقة. في طريقة بسيطة جدا إن أنت تجيب عينة صورة دم من معمل يكون موثوق في النتائج بتاعته وتبدأ تشتغلها عندك وتقارن النتائج ما بينك وما بينه. تاني حاجة ان انت تجيب كنترول وتبدأ تدخله على الجهاز وتبدأ عندك تقارن النتائج بورقة الكنترول. ولو في اي مشكلة بعد اذنك ما تلعبش في الجهاز واتصل بالمهندس يجي يبص عليه ويظبط الجهاز ويعمل لك الكنترول عشان تطلع النتائج مظبوطة معاك. خد نفسك ويلا نكمل مع بعض. اخر حاجة في حلقة النهاردة الصورة اللي قدامك دي عاوزك تطبعها او تكتبها وتحفظها زي اسمك. في حاجات هتأثر على الباراميتر بتاعة صورة الدم بالزيادة وحاجات هتأثر بالنقصان، فركز بقى معايا. لو العينة عندك كلوت يعني متجلطة قالك دي هتأثر على كل قيم صورة الدم بالنقصان. طب الوايت بلاد سيل ايه اللي ممكن يأثر عليه؟ قالك في حاجات هتزود قيمة الوايت بلاد سيل وبتكون زيادة كاذبة، زي وجود النيوكليتد ار بي سيز، الار بي سيز ذات النواة، وكمان اللارج بليتلت كلامبس تجمعات الصفائح الدموية الكبيرة، وكمان الكاريوجلوبينز. جميل، كل ده هيزود لي قيمة الوايت بلاد سيل زيادة كاذبة. اما اللي هيقلل لي قيمة الوايت بلاد سيل وهي العينة اللي متجلطة برضه، فركز معايا. تاني حاجة الار بي سيز، لو عندك كمية وايت بلاد سيل كتيرة جدا ده هيزود لي عدد الار بي سيز زيادة كاذبة. ولو عندك جاينت بليتلت قالك ده هيزود لي قيمة الار بي سيز. طب ايه اللي هيأثر على قيمة الار بي سيز بالنقصان؟ قالك الكلوت سامبل العينة المتجلطة، والمايكروسيتيك ريد سيل، والاوتو اجلوتينيشن اللي احنا بيظهر عندنا تجمعات الار بي سيز على التيوب فبناخدها بنحطها في الحضان وبعد كده بنعيد التحليل مرة تانية. طب ركز معايا اكتر. الهيموجلوبين ايه اللي هيزوده وايه اللي هيقلله؟ قال لك العينة المتجلطة هتقلل قيمة الهيموجلوبين. طب العينات اللي فيها كرات دم بيضاء كتيرة جدا قال لك هتزود قيمة الهيموجلوبين. الهايبر ليبيديميا وجود الدهون بكمية كبيرة هيزود قيمة الهيموجلوبين. الهايبرلوبين ده هيعمل ايه؟ قال لك هيزود قيمة الهيموجلوبين. تعال نروح للام سي في. قال لك الام سي في هتزيد في حالات ان كرات الدم البيضاء عددها كتير، وفي حالات الهايبرجلايسيميا وكمان الكولد اجلوتينين، وهتقل في حالات الكايو جلوبولينز. تعال نروح للام سي اتش سي، وهنا هتزيد عندنا في حالات الهايبرليميديميا وكمان الكولد اجلوتينين، وهتقل في حالات ارتفاع كرات الدم البيضاء بكمية كبيرة. اخر بارامتر معانا وهو البليتلت. لو عندي مايكروسيتيك ريد سيل يعني عندي كرات الدم حجمها صغير ممكن تتعدى على انها صفائح دمويه فتزود العدد. كمان الوايت بلاد سيل فيرجمنتد هيزود الصفائح الدمويه، والكاريو جلوبولينز. طب ايه اللي هيقلل الصفائح الدمويه؟ قال لك البليتلت استلاتيزم، وده تجمع الصفائح الدمويه حوالين خليه النيتروفيل نتيجه لاستخدام الاديتا. وكمان البليتلت كلامبنج، وده برضه هيأثر على قيمه الصفائح بالانخفاض نتيجه لاستخدام الاديتا. وفي الحاله دي انا بغير منع التجلط لصوديوم سيتريت وبشتغل، والنتيجه اللي تطلع عندي بضربها في 1.1 من 10.
وشرحنا ده بالتفصيل في كورس صورة الدم. بعد ما شفت حلقة النهاردة لازم تتفرج على كورس صورة الدم وترجع تتفرج على الحلقة دي مرة تانية، وبكده نكون شرحنا تقنية جهاز صورة الدم بكل أسرارها وتفاصيلها. أتمنى إن أكون توفقت في شرح الحلقة، ولو شايف إني بتعب في المحتوى بتاعي انشر الحلقة دي في كل مكان، وما تبخلش عليا بدعوة حلوة تحت الفيديو، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير للقناة وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد. كان معكم كابتن أنالايسيس، سلام عليكم.